آخرين. أبيستاق أبيستاق أبيستاغ. أبيستاق، إنه لغة أبيستاق يعني نحن نقول أبيستا أبيستاق. نعم. أبي كلمة أبي هو حرف أبي في اللغة البهلوية تعني بي نافية. أبيكس يقولون في البهلوية أبيكس يعني بيكس بدون أحد. أبي يعني بي نافية. أبي ستاغ العلماء لا زالوا لأن أصلها است يعني أصل يعني بلا قرار، يعتقدون أن كلمة أبيستاغ تعني بأست بقرار. بقرار يعني يمكن انه عميقه جدا يعني. نعم عميقه بقرار يعني العمق. نحن نستخدم هالاسم كثير عقول امبيجن او مشتاق زانبونا مشتاق بقرار بيرك بقراره يعني بير بدون قرار بدون. نعم بدون قرار يعني ما إلها حد. نعم. بمعنى نعم يعتقدون، انا ما بقول لك 100% لكن العلماء علماء ماكنزي لغه افيستا. ها لغه افيستا شنو هي لغه؟ لغه الافيستا ما حدا بالضبط. شوف في لغات فيها مشاكل ما حدا بيعرف من وين اجت، ما حدا بيعرف امتى كتبت قاثات الافيستا وين. اللي يقول لك انا بعرف 100% راح يجي واحد هم كمان يهز راسه لا الافيستا كتبت في مكان في السنه الفلانيه. لا اخي اسكت رجاء اسكت. ما في حدا في العالم يعرف من وين اجت وين بالضبط. نحن عندنا قاثات. المشكله هي كالاتي: الافيستا هي القاثات الافستائيه في اللغه في الدين الزردشتي، هي مثل الايات في القران. الافيستا هي مثل القران. شو هذا اسم الكتاب القران، في كتاب اسمه الافيستا. الآيات مكتوبة فيها يسموها القاثات بلغة ما معينة. هذه اللغة هي لغة آريائية 100% تشبه مثلا يقولوا القمر مانغ مثل نحن الكرد نقول مانغ مثلا برز يقولون برزايتي يقول برزايتي. يعني فيها كثيرة الشبه باللغة الكردية واللغات الإيرانيكية عامة. فما حدا يعرف بالضبط امتى مكتوبة ومتى بالضبط وأين كتبت. لماذا؟ لأنه الإسكندر المقدوني عندما غزا بلاد الزردشتيين وبلاد إيران شهر قضى على كل شيء مكتوب ومحفور عن تاريخ الزردشتي. لهذا الإسكندر المقدوني شخصية مكروهة جدا في الدين الزردشتي ويسبونه. فالنصوص البهلوية الزردشتية يسمون الإسكندر دشخدا عدو الله. يسمون الإسكندر جزستج يعني وسخ. احنا حاليا نقول جزي. احنا هذا الفرشاة اللي النسوان يمسحوا فيها الأرض نقول جزي، هي من جزستج البهلوية من كلمة جزستج. ويقولوا له جناج يعني جن من كلمة جن البهلوية اللي تعني الشيء المعفن الشيء الخربان. جناج جن في اللغة، فجناج تصبح اسم في اللغة. فيكرهون كثير